ما عنديش حد اتكلم معاه، ما عنديش صديق، ما عنديش صاحب، انا خسرت كل الناس، مش عايز حد. سيبوني بدل ما انفجر. هو واضح ان السوشيال ميديا طلعت اسوأ ما فينا، سواء في ناس من المحتويات اللي بيعملوها او من بعض الناس اللي بتكتب تعليقات سلبية توصل الناس للاكتئاب. طبعا كلنا فاكرين البلوجر شريف نصار. شريف نصار للي ما يعرفوش اللي جاله قهر بسبب تعليقات بعض الناس على المحتويات اللي بيقدمها. شريف نصار للي مش فاكره ده فيديو لشريف نصار. الرسالة دي مش ليكم، دي للناس النكرات، ما اقدرش اقول عنهم غير كده، اللي هم تعمدوا احزاني ومضايقتي انا واهلي بالتنمر عليا وعلى فيديوهاتي على وسائل السوشيال ميديا، فيسبوك ويوتيوب وتيك توك وغيره 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 وغيره. انا مش هقول لكم غير جملتين: حسبي الله ونعم الوكيل وافوض امري الى الله. حسبي الله ونعم الوكيل وافوض امري الى الله. حسبي الله ونعم الوكيل وافوض امري الى الله. طبعا كلكم سمعتوا شريف نصار وسمعتوا القهر اللي هو كان فيه من السخافات ومن التعليقات السلبية لبعض الناس، اللي هو شحن بكارت فك عشان يخش يستظرف على خلق الله ويرمي تعليق ملوش لازمة ويمشي. قلنا يا جماعة بالله عليكم قبل كده، يا تقول تعليق يرضي ربنا سبحانه وتعالى، او يبقى تعليق يا لو حتى هتنتقد انتقد باسلوب كويس، يا اما ما تكتبش تعليق ممكن يدمر بني ادم. يعني انا مش فاهم انت بتستفيد ايه طالما المحتوى اللي قدامك ما قدملكش محتوى عري وما قدملكش محتوى مسيء وما قدملكش محتوى في حاجه اسفاف. ليه تهاجمه؟ طالما ما اذاكش انت في حاجه ليه تهاجمه؟ ما اذاش عينك في حاجه ليه تهاجمه؟ نفس اللي حصل مع شريف نصار واضح ان هو بيتكرر مع ابن المنصوره. ابن المنصورة بلوجر بيقدم محتوى إخباري، ربنا أنعم عليه بنعمة صوت. يعني أنا مش فاهم الناس اللي هي دماغها شمال، الصوت ده بيدفع فيه فلوس، الصوت بتاعه وطريقة الإلقاء بتاعته بيدفع فيها فلوس، بيتعمل بيها برامج فويس أوفر وبيطلبوا في الإذاعة. فانت مش فاهم وجاهل. تاني حاجة هو ما خلقش صوته، مش هو اللي عمله، ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا مش فاهم انت بتعيب على الخالق ولا بتعيب على المخلوق؟ نسمع كده ابن المنصورة وطريقة القائه واسلوبه الراقي في الكلام. لازم تبقى عارف ومقتنع ان الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش، وفيها الوحش يبدو وكأنه مثالي. لك ان تتخيل بقى ان الناس تخش تستظرف وناس تكتب في التعليقات مش عارف ايه حنجرتك ايه وصوتك ايه. يا جماعه هو اللي خلق صوته، هو اللي عمله، هو اللي خلق حنجرته. تاني حاجه انت ما بتفهمش في تركيبات الصوت والاحبال الصوتيه والحنجره، وان ده اسلوب او طريقه، او في ناس بيدفع لها فلوس عشان خاطر ياخدوا صوتهم ده يتحط على برامج ويتحط. انا مش فاهم الناس عايزه ايه. وصلتوا الراجل لمرحله اكتئاب، وصلتوا الراجل لمرحله انه ممكن يحصل شريف نصار. اسمعوا الراجل كده يا اخوانا. انتوا ناس ظالمه، انتوا ابشع ناس. تنمروا على الصوت ليه؟ ليه بتتنمر على صوتي وانا ماليش ذنب فيه؟ انا مش فاهم انت بتخش تكتب في التعليقات يعني إيه؟ طب ليه يعني انا مش فاهم بتشتم ليه؟ تسب الراجل وتسب اهله وتعيب على خلقة ربنا ليه؟ اقسم بالله العظيم انا عمري ما عملت فيديو بمايك ولا لعبت في صوت، ماليش ذنب فيه. مش عاجبك المحتوى بتاعه بلوك وخلاص يا سيدي، ما تتفرجش عليه. وقبل ما تقول اني بعمل لقطه او ترند، خش اتفرج على اخر فيديوهات والكومنتات عليها عامله ازاي. ليه ذنب انا ايه في صوتي؟ انا مش فاهم انتوا بتوصلوا الناس ليه كده؟ مش لاقي حاجه تتكلم عنها، مش لاقي حاجه فيها غلط تتكلم او تتنمر عليها، مسكت في صوتي. هو احنا ليه ما بنفوقش الا لما يحصل كارثه؟ يعني شريف نصار الله يرحمه ويحسن اليه لما حصل له كده، انا اراهن ان في ناس من اللي كانت بتخش تشتمه كانت بتخش تقول الله يرحمه ويحسن اليه بعد ما توفاه الله. يعني انا مش فاهم، هو انتوا ما بتفوقوش وتحسوا على دمكم الا لما يحصل للبني ادم اللي انتوا بتخشوا تشتموه يحصل له حاجه عشان ترتاحوا وتهبطوا؟ يا اخوانا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. مش عايز حد، سيبوني بدل ما انفجر. بلاش لسانتكم دي، بلاش بعد اذنك. هو لو اللي قدامك بيقدم عري ولا اسفاف ولا زي المحتويات التانية، ده انتوا بتخشوا تمدحوا فيهم وبتخشوا تشكروا فيهم. حياة المصحف اقسم بالله العظيم انا اللي جوايا كتير، وبتكلم من اللي انا حاسس بيه. واللي بيقدم محتوى محترم ولا بينتقد الناس اللي بتعمل محتوى مش كويس تخشوا تشتموهم وتلعنوهم. ليه يا جماعه انتوا دماغكم بقت فيها ايه؟ هو انت عشان امك ولا ابوك شاحن لك التليفون بتاعك بكارت فكه تخش ترازي في خلق الله؟ جوايا سيبوني
ابوس ايديك وسيبوني، انا تعبان. يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انا ما طلبتش حد ان هو يتعاطف معايا خالص، مش عايز حد يتعاطف معايا.